مين يا أخي اللي كفرت بدين محمد بعد ما كانت زوجة له؟ مين؟ سؤالي يا دكتور محمد. اي تفضل. إنا لله وإنا والله حقيقة أنا لا يوجد لدي المصدر، ليس نحن الذي نروي ذلك، ورد في كتب السنة. لا والله لن تشارك معي بكلمة بعد الآن، ما دام ما عندك مصدر ثاني ما تتكلم على بيت محمد عليه الصلاة والسلام بهذه الاستهانة وبهذه الطريقة. لا أسمح لأحد أن يتكلم عن بيت عيسى ولا بيت موسى بهذه الاستهانة. تقول لي واحدة من زوجاته ارتدت ونقول لك وش هو المصدر. خليني احتياطا، أنا أصوم 3 يوم. عندك مصدر ولا ما عندك مصدر؟ عندي مصدر وأحضره لك يا دكتور محمد، أنا أتقول فقط. إيش هو المصدر؟ وش هو المصدر اللي عندك؟ سوف أحضره، مهلني بإحضار المصدر. لا لحظة، أنت تكلمت على بيت أشرف إنسان، على بيت خاتم الأنبياء، قلت واحدة من زوجاته كفرت بدينه. ما هو مصدرك؟ ذلك من عندي، لا لم أتي بذلك من عندي، تلك ليست رواية واردة عندي ولا في مذهبي، في مذهب أخرى، في كتب أخرى. أخي العزيز، ما هو المرجع اللي ذكرت به هذا الكلام؟ ما هو؟ أنت قلت كلمة كبيرة، قلت أن واحدة من نساء محمد كفرت بدينه. ما هو دليلك؟ نعم، لم أتي أنا بذلك المصدر، فأنا أعتذر عن ذلك إذا لم أتي. تعتذر بعد إيه لكن؟ تعتذر بعد إيه؟ طيب ما لا ارسل لي المصدر على الإيميل وحتى نشوف الحكاية دي. سبق لسان يعني مشاهدي الأعزاء، أنا الآن يعني احملوا على الصحة. سبق لسان الرجال، اعتذر وخلاص. دقيقة. لا اعتذر خلاص الرجل. دقيقة. احملها على الصحة. دقيقة يا أخي، دقيقة. يعني سبق دقيقة يا أخي، أنت واحد تكلم على زرارة قربت تنهي البرنامج عشان أنا بلعب الإمام جعفر صار قربت ثورة ما تتخيل، ودي على بيت على محمد عليه الصلاة والسلام النسوان، واحدة من النساء كفرت به، ولا يهتز لك شعر بالمال ولا تحس بالقلق انك تكون في برنامج يقال فيها الكلام. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة. شوف تكلفة إمامة سيدنا علي كم مرعبة. عشان تثبتوا انه إمام، يعني لازم تطلعوا الأمة دي كلها شريرة ملعونة. ليه كده؟ والله لو قال لي واحد صديقي لو كان حي والله ما رضى، كان قال لك محلوا عني، مش عاوز تشيعكم به، هذا مش عاوزه. ما دام شنعتوا به على زوجات محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام وعلى امه محمد عليه الصلاه والسلام وطلعتهم كلهم في جهنم خالدين، يا اخي كان حيقول لك مش عاوز انا هذا التشيع، سيبوني في حالي. اولاده كانوا مع الامه، الائمه كانوا مع الامه. عند الوقت اللي احنا نسمع في هذا البرنامج كنا نتكلم عن لا اله الا الله. انا ليه مش قادر احسك، مش قادر اكمل البرنامج. شوف لي قصيده من قصائد عبد